السلام عليكم. في حلقة النهاردة مش هنتكلم عن أفلام أو مسلسلات، هنتكلم عن رحلة صعود النجم أحمد مكي، فما تنساش تعمل لايك واشتراك ويلا نبدأ. في البداية كده أحمد مكي مواليد 1980، يعني عنده 46 سنة دلوقتي، واتولد في وهران، دي مدينة في غرب الجزائر، الأب جزائري وأم مصرية. فالأب والأم انفصلوا وأحمد مكي رجع على مصر واتربى في حي الطلبية، وعنده أخت كبيرة وهي الفنانة إيناس مكي. وأحمد مكي خريج معهد السينما قسم إخراج، وأول عمل ليه فيلم ياباني أصلي، مش ياباني أصلي بتاع أحمد عيد، ده فيلم قصير أخرجه سنة 2001، وده كان مشروع تخرجه من المعهد. واول ظهور ليه كممثل كان فيلم ابن عز علاء ولي الدين بدور صغير. و2004 عمل دور صغير جدا في فيلم تيتو، كان هو اللي سايق العربيه لاحمد السقا وهما داخلين يسرقوا. و2005 بيألف ويخرج فيلم الحاسه السابعه لاحمد الفيشاوي. و2007 بيعمل دور اللي اتسبب في شهرته وهو اتش دبور مع زعيم عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان. وفي نفس السنه بيخرج مسلسل لحظات حرجه. و2008 بيعمل دور بسيط في فيلم ليله البيبي دول مع نور الشريف، بس ابدع فيه جامد. وفي نفس السنه بيعمل فيلم اتش دبور، بس ده بطوله مطلقه، ومن ساعتها احمد مكي بقى بطل اول. و2009 بيعمل فيلم من احسن افلام السينما المصريه، وهو فيلم طير انت مع دنيا سمير غانم. وفي الفيلم ده عمل شخصيه الكبير اللي اخدها وعمل بيها مسلسل في رمضان 2010، والمسلسل ده قليل قوي اللي ما شافوش، وهو الكبير قوي الجزء الاول. وفي نفس السنه بيعمل فيلم لا تراجع ولا استسلام مع دنيا سمير غانم، والفيلم حقق 22 مليون و500 الف، وده اعلى فيلم ايرادات لاحمد مكي. و2011 بيعمل فيلم سينما علي بابا، الفكره جديده بس ما نجحتش، اللي هي قصتين في فيلم واحد. ومن 2012 ل 2015 بيعمل الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس من المسلسل الكبير. وفي النص كده سنة 2013 بيعمل فيلم سمير ابو النيل، وده اخر فيلم ليه في السينما لحد دلوقتي، والفيلم ده يعتبر ما نجحش قوي، بس هو قصته حلوه وفيها رساله. في 2016 احمد مكي جاله فيروس في الكبد والطحال، وخليه ما يعرفش يعمل حاجه السنه دي، وخسر 30 كيلو من وزنه، بس ربنا بيشفيه على 2017 وبيعمل لنا مسلسل خلصانه بالشيكه مع هشام ماجد وشيكو. المسلسل ده انا بحبه جدا، بس طبعا لا يقارن بالكبير. ومن 2018 لحد 2020 ما بيعملش لا افلام ولا مسلسلات، لكن بيعمل اغاني زي اغلى من الياقوت واخرة الشقاوة مع محمود الليثي. وبالنسبه لي احمد مكي احسن رابر في مصر، غير اغنيه قطر الحياه دي لوحدها في حته تانية. سنه 2021 بيرجع احمد مكي للدراما بمسلسل الاختيار الجزء الثاني مع النجم كريم عبد العزيز. طبعا في نفس السنه كان بيتعرض قصاده مسلسل ملوك الجدعنه لعمرو سعد ومصطفى شعبان، وده كان اعلى مشاهده في رمضان، بس برضه مسلسل الاختيار حقق نجاح كبير. ومن 2022 ل 2024 بيرجع بالجزء السادس والسابع والثامن من مسلسل الكبير، ودي تعتبر نهايه سلسله مسلسل من احسن مسلسلات الدراما المصريه، ويا ريت يرجعوا بجزء تاسع. ونخش على سنه 2025 موسم رمضان اللي فات، احمد مكي بيعمل مسلسل الغاوي. بالنسبه لي المسلسل ما تقارنش بالكبير ولا حتى خلصانه بشياكه، الميزه الوحيده فيه ان عمل الدراما الشعبيه صح، مش زي احمد العوضي مثلا كل مسلسل لازم يضجن في الكلام هيبقى بشويشه. ومسلسل الغاوي حقق نسبه مشاهده عاليه في رمضان 25، وده كان اخر عمل ليه، وفي كلام على فيلم في السينما قريب، وان شاء الله يحقق نجاح كبير زي طير انت. وبس كده يبقى قلنا رحله النجم احمد مكي